ده كان اختبار. طب انا يا عجله يا عم روح. اتفضل حضرتك السفير. سيفيه يا راجل، هو انا بتاع بطاطا؟ انا بص في وشك اعرف انا عاوز ايه. اوعى تفتكر انا زي كل المديرين، لا خالص. وبعدين انا هسالك، انت شايف نفسك فين بعد الثلاث سنين؟ ولا تعرف تشتغل تحت ضغط ولا لا؟ لا يا فندم، انا سعيد جدا بمقابله حضرتك وانا متفائل بصراحه، وان شاء الله هتشوف مني شغل ما شفتوش عند اي موظف عند حضرتك. شايف نفسك فين بعد 3 سنين؟ بهزر. المهم بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ نعم. خدعتك تاني. هسألك شوية أسئلة أعرف منها شخصيتك. اتفضل. أنت اشتغلت قبل كده؟ حضرتك انا اشتغلت قبل كده. مغرور متعجرف، لا خالص. متردد وبيلالق كتير، حضرتك انا كان قصدي متسرع جدا، خجول، حضرتك انا ما بلحقش اصلا اجاوب على اسئلتك. عصبي جدا. على فكره بقى، انا اي شركه تتمناني، وطريقه حضرتك دي اصلا مش طريقه مناقشه. استنى يا أستاذ أشرف، ده كان اختبار وأنت نجحت فيه. إحنا كنا محتاجين واحد واثق في نفسه زيك. بجد؟ لا طبعا، ده كان اختبار لثباتك الفعالي وأنت فشلت فيه يا فاشل. استنى، ده كان اختبار رد فعلك وأنت نجحت فيه. تعالى كده اشتغل. لا، ده كان اختبار لكرامتك وأنت فشلت فيه. تمام. انا اسف ان انا ضيعت وقت معاك. ايوه هو ده، انا كنت عايزك تعترف بغلط. يعني انا هشتغل ولا لا؟ لا طبعا، قوم روح. لا مش هقوم. جدع، انا كنت بختبر ثقتك في نفسك. انا كنت متاكد ان انا هنجح في الاختبار. متاكد؟ ده كان اختبار لغرورك يا استاذ. قوم اطلع بره. انا ماشي ومش راجع تاني. استاذ اشرف، ده كان اختبار. يا عجله.